أمين عمر. عمار يفندم. اولا كنشكروا الاخوان اللي معنا اللي حاضرين معنا كصحافه اللي باغيين ينوروا الراي العام. فعلا حنا جينا لهذه الجمعه على اساس انه تكميلي، وتكميلي كتعني بانه يكمل الجمعات العامه اللي تم تاجيلها لسبب كان معروف، اللي هو من سيصوت، هل الجدد ام القدامى. كاين فصل واحد اللي معروف هو الفصل 10 من القانون الاساسي اللي كيقول بان اللي كيصوتوا هما اللي يكملوا عام. هاد الناس بطبيعه الحال عرفوا العام ما كملش في الجمعات الاولى، حاليا خلوها حتى دوزوا 8 نوفمبر اللي كتستوفي الشرط انه يكون عندهم الحق يصوتوا، في حين ان هذاك الجمع عام كان تكميلي، بمعنى انه اذا كان جمع عام تكميلي بانه يخضع للقانون ديال الجمعات العامه اللي بدات من اول. كاين واحد البرانسيب سميتو في القانون تيتسمى لو برانسيب دو نون ريكترو ادروا، دو نون ريكترو ادروا ديال لي لوا، يعني عدم مبدا رجعيه القانون. هذا المبدا هذا كيخلي بان جميع القوانين التي كانت في الجمعات العامه الاولى خاصه نخضعوا لها، الى انه نفاجأ بانه الامور مشات في اتجاه ديال انه يصوت الجميع. بطبيعه الحال احنا ما عجبناش الحال، احنا خصنا نقوم على الشرعيه، وخبرنا الاخوان بان كنسحبوا اللائحه ديالنا وسحبنا اللائحه ديالنا على اساس انه باش نبقاو منسجمين مع ذاك الموقف ديالنا اللي هو قانوني، لان حنا كنا بغينا ناسسوا واحد الثقافه ديال الناس اللي غيجمعونا يكون عندنا القانون، نكونوا نحترموا القانون، لان عدم احترام القانون وعدم تجاوز القانون سابقا هو اللي خلى نادي اولمبيك خريبكا يوصل لهذا المستوى اللي يوصل ليه، اللي عنده مشاكل ماديه وادبيه. اعتقد انه احنا من وراء هذه العمليه غادي يتم واحد الاجتماع اليوم، نشوفوا الاخوان في افق انه رفعوا دعوه قضائيه من اجل تصحيح الاوضاع، من اجل تصحيح هذه الوضعيه اللي كنعتبروا صنعنا. الجامعه نسجل بان الجامعه ما دارت حتى شي حاجه، الجامعه بقات محايده، واعتبرنا هذا الحياد ديالها هو حياد سلبي، كان سلبي ماشي ايجابي. مشينا حتى عندهم تما على اساس باش يجيبوا لنا الحسم، يجي يقول لنا عندكم الحق ولا ما عندكمش الحق. كون هذاك السيد الممثل الجامعي اللي كان حاضر قال لنا راه ما عندكمش الحق، ما غنقبلوها، ما عارفينش هما، ما كاين حتى شي، كل شيء تيقول لك انا حاضر غير كملاحظ. اذا من ثانيا من دعا للاجتماع العام، من دعا اليه الجمع العام، شكون اللي دعا ليه؟ ما عرفناش، والله ما عرفنا الجهه الاليه. تلاح بالفيسبوك سميتو في الموقع ديال النادي، شكون اللي موقعو؟ ما موقع ما والو. يعني كاين واحد العبثيه وكان واحد التسرع، وكان المبرر وهو ان الفريق كتسيروا الشركه، ما كتسيروش الجمعيه. اخوان بزاف الناس ما فاهمينش بان من يسير الفريق الاول راه الشركه، ماشي حنا، راه ماشي الجمعيه اللي غادي تطلع اللي غادي تكون، راه الجمعيه ما عندها حتى شي مشكل، راه اللعابه كيلعبوا، ما كاين حتى شي تاثير خارجي، بل بالعكس ما يردوش الفشل التقني والاختيارات ديال اللاعبين والمدرب، يردوه انه كاينه ازمه في التنظيم الى غير ذلك، ما كاينش. فلهذا راه حنا كنسينوا دابا في النتائج كيفاش غادي تصدر. حنا ريحنا، حضرنا، صوتنا، لا نخفيكم سرا، صوتنا لواحد الاتجاه اللي قلنا الاقل ضررا. وشكرا للاخوان.